أمثالنا النهاردة قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة، وظل راجل ولا ظل حيطة، ويا واخد القرد على ماله يروح المال ويفضل القرد على حاله. أمثالنا دي هنطبقها ازاي في حياتنا الاجتماعية والأسرية؟ ده اللي هنشوفه سوا. أنا فريدة من برنامج مع فريدة، ربنا يهدي سرك. أول مثل معانا النهاردة قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة. بيرتبط المثل ده أو المقصود بيه إنك تقعدي في بيت أبوكي زي الدولاب ملكيش أي فايدة، ولا إنك تتجوزي حد تندمي بعد كده على جوازك منه. المقصود هنا الجواز زي الشركة بالظبط. انت لو داخلة مشروع أكيد هتسألي الناس وهتسألي أهل الخبرة وهتعملي دراسة جدوى وهتشوفي كل الاحتمالات للخسارة والمكسب قبل ما تدخلي المشروع علشان ما تخسريش. الجواز زي المشروع بالظبط. حد اتقدم لنا بنسأل عليه الناس، قرايبه وجيرانه ومعارفه، وبنعمل دراسة جدوى بندرسه وقت الخطوبة، نشوف ايه الوحش ما نعديهوش نصلحه، ولو ما تصلحش ما نقبلوش. ده وقت الخطوبة، لانك بعد الجواز لو اتجوزتيه والعيب ده فيه وحاولتي تعدليه وما تعدلش هتقبليه، هتبقي مغصوبة. انما وقت الخطوبة انت عندك فرصة انك تعملي وتصلحي وتشوفي اللي قدامك وتدرسيه وتعملي له دراسة جدوى. جالك عريس وعملتي له دراسة جدوى وسألتي عليه وشفتي عيوبه ومساوئه من اللي حواليه وقعدتي معاه فترة الخطوبة وما عجبكيش، ما تتجوزوش. راح جالك عريس تاني وما ارتحتيش، ما تتجوزوش. جالك عريس تالت ورابع وخامس وسادس. قعدة الخزانة يا حبيبتي ولا جوازة الندامة. المشكلة مش هتبقى فيكي انتي في الأول، المشكلة دلوقتي هتبقى في أهلك. هيبقى قعادك من غير جواز بالنسبة لهم زي الهم، زي التقل على القلب. هم عايزينك تتجوزي، انت لسه ما اتجوزتيش ليه؟ منعا او خوفا من كلام الناس اللي حواليكي، او ان هم عايزين يطمنوا عليكي ان انت مع راجل يصونك ويحميكي وتبقي في كنفه لما يجرى لهم حاجه لا قدر الله. ممكن بعد رفضك لعريس واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين تلاقيهم في وقت من الاوقات بيفرضوا عليكي حد هو من وجهة نظرهم انه كويس. وجهة نظرهم دي بتنطبق على مثلا مدير عنده عمل كويس، غني، معاه فلوس، عيلته كويسة، شكله كويس. كل دي اسباب هم ممكن يشوفوها ان هو في عريس مناسب. لكن انت بقى ممكن تتجوزي جوازة الندامة او اي جوازة. ليه؟ ليه انت بتبقي محتاجة للجواز؟ اول حاجة الست مهما كانت قوية الشخصية وعندها شغل واستقلالية وعندها بوزيشن في شغلها وفي حياتها وليها مكانتها وليها اسلوبها وليها شخصيتها اللي فرضها على كل اللي حواليها، هي بتبقى كائن ضعيف، محتاجة سند، محتاجة ظهر، محتاجة راجل في حياتها، محتاجة راجل يشاركها في اتخاذ قراراتها. رغم ان هي ممكن تكون عندها القدرة لاتخاذ القرار الصحيح وتنفيذه بالشكل الصحيح وإنتاجه في الآخر بشكل 100%، بس هي عايزة حد يشاركها، يكون معاها في يومها وفي مشاكلها وفي حياتها وفي طلباتها. هي كده. تاني حاجة الست ممكن تكون عايزة تتجوز عشان عايزة تحس بالحب، عايزة تحس إن هي مرغوبة من راجل لما يبص لها
ويحبها ويقدرها، تحس ان هي انثى. عايزه تشوف الحب في عينه، عايزاه يقول لها كلام حب، عايزه تشوف الحب في تصرفاته. الست بتحتاج تتجوز عشان محتاجه حد يهتم بيها، غير اهتمام امها وابوها اللي هما بيهتموا بيها بالفطره. لا، هي عايزه تحس بالاهتمام من راجل، يهتم بتفاصيلها، يهتم باحتياجاتها، يهتم بتفكيرها، يهتم بمشاكلها، يهتم بلبسها، يهتم بغيرته عليها. هي عايزه راجل النص التاني. الست بتحتاج تتجوز عشان تحس ان ليها بيت وكيان واسره. ست البيت وملكه البيت، حره. لان مهما كانت البنت بتتعامل كويس جدا في بيت اهلها، برضه ما بتحسش ان هي حره 100%. ما بتحسش بالحريه الكامله وان ليها بيت وليها كيان الا في بيت جوزها. الست بتحتاج تتجوز عشان نفسها تبقى ام. دي طبيعه وفطره وما نقدرش نغيرها وما عندناش كلام نقوله فيها. دي الاسباب اللي ممكن تخلي اي بنت توافق على عريس علشان تتجوزه. كل الاسباب دي امال وطموحات هي بتفكر فيها. وممكن لنفس الاسباب ديت بتلاقي اهلك بيضغطوا عليكي علشان خاطر تتجوزي عريس هم شايفينه من وجهة نظرهم ان هو صح، ان هو عريس كويس. حبيبتي ما نفسكيش تبقي ام؟ حبيبتي ما نفسكيش في راجل يحبك ويحترمك ويحتويكي؟ ما نفسكيش يا حبيبتي يبقى ليكي بيت كده مملكتك الخاصة بتاعتك؟ كل الكلام دوت بيضحكوا بيه على عقولنا واحنا بنات علشان نتدبس في اي جوازة وخلاص. واتجوزتي يا حبيبتي وطلعت جوازة الندامة. اتجوزتي راجل علشان يبقى ليكي ظهر وسند وتحسي معاه ان انتي مسؤولة منه، فجأة لقيتيه لا ظهر ولا سند وبقى هو مسؤول منك لانه ضعيف الشخصية. وبدل ما تدوري على حد يشيل همك بقيتي شايلة همك وهمه. اتجوزتي يا حبيبتي عشان يبقى في راجل في حياتك يحبك ويهتم بيكي، لقيتيه لا حبك ولا اهتم بيكي ولا قدرك ولا معتبرك ست في حياته. لقيتيه غير كده خالص وحرمك من احساس الحب والعاطفة والمشاعر الجميلة دي للأسف معاه ومع غيره. لانك اتجوزتي ما عندكيش فرصة انك تعيشي المشاعر الجميلة دي مع حد تاني. اتدبستي. اتجوزتي يا حبيبتي عشان يكون ليكي بيت انت ملكة فيه، ست البيت. انت معتقدة يا ست البيت ان بيت كله نكد وقرف وخناق وزعيق وراجل مش محترم مش مقدر الست اللي معاه، ده هيبقى بيت انت ملكة فيه؟ هتبقي عايزة تعيشي فيه؟ هتبقي طول الوقت قرفانة منه وعايزة تهجي منه. البيت اللي انت كنت بتحلمي تبقي ملكة فيه بقيتي زي مكنة القهوة، ندوس على زرار الباور تشتغل. انت تصحي من النوم الصبح تدوسي على زرار الباور، تكنسي وتمسحي وتطبخي وتعملي سندوتشات للولاد، تروحي توصليهم المدرسه ويرجعوا من المدرسه تعملي معاهم الواجب، وبعدين تقومي عامله الغدا، وبعدين تقومي شايله الاكل، وبعدين تقومي نايمه ساعتين، وبعدين تقومي تنظفي البيت، وبعدين تقومي مجهزه لدروسهم لتاني يوم، وبعدين تنامي ونفصل الفيشه عشان تاني يوم ندوس على زرار الباور تشتغلي تاني. هو ده بيتك ومملكتك يا حبيبتي اللي انت كنت بتحلمي بيها، مع الراجل اللي انت بتحبيه وحاسه انك انت هتعيشي ملكه في البيت. وده ليه؟ عشان جوازتك طلعت جوازة ندامة. اتجوزتي يا حبيبتي علشان تبقي ام. طبعا ما عنديش كلام اقوله في موضوع الامومة. البنات من هم صغيرين بنجيب العرايس ونقعد نعمل نفسنا ان احنا امهاتها ونرضعها ونغير لها ونعمل لها هدوم. دي طبيعة فينا بالفطرة. بس عايزة اقولك على حاجة، اب مش متحمل مسؤولية، اب مش مقدرك ومش محترمك ومش بيحبك، اب بيت بالنسبة له لوكاندا
هل انت تبقي موافقه ان ده يبقى اب لولادك؟ هيعلمهم ايه؟ هيعلمهم التملص من المسؤوليه، هيعلمهم عدم احترام الانثى وعدم احترام الغير، لان هم شايفينه ما بيحترمكيش اصلا. لا اما هيطلعوا هم كمان ما بيحترمكيش، لا اما هم بيحترموكي بس ما بيحترموش الناس اللي بره. اب بجد لو انت بره الموضوع وشفتي العيشه ديت هتقولي لا انا مش عايزه الاب ده لعيالي، انا احسن اني اقعد قعده الخزانه. في اسباب تانية تخليكي تتجوزي، ان العريس اللي متقدم لك عريس غني، وده بتوافقي عليه لسببين. اول سبب، لا اما انت من عيله او من اسره على قد حالها مستورين، فبتبقي عايزه ترفعي مستواكي الاجتماعي والمادي، عايزه يتجاب لك عربيه، عايزه يتجاب لك احسن فساتين، عايزه تعيشي في بيت كويس في مكان كويس، نفسك تعيشي العيشه دي. وممكن يبقى مستواكوا المادي وقارب لمستوى المادي بتاع العريس، بس ليه ممكن توافقي او اهلك يوافقوا على العريس؟ لانك انت او بيقنعوكي انك انت هتعيشي في نفس المستوى اللي انت عايشه فيه دلوقتي، هتركبي عربيه زي ما انت راكبه دلوقتي، عايشه في فيلا، عايشه في شقه كويسه في مكان كويس زي ما انت عايشه دلوقتي، مش هيبهدلك مش هيمرمطك، مش هتحسي بضيق الحال، هتلاقي مصروفك في ايدك، هتلاقي بيزغللوا عينيكي. بس انا احب اقولك، يا واخد القرد على ماله يروح المال ويفضل القرد على حاله. مثل بنقوله كتير جدا، ترتبط المثل اللي بتتجوز قرد علشان خاطر فلوسه، وطبعا هو مش هيبقى قرد، انت مش هتتجوزي قرد يعني، بس دي استعارة مكنية على جوازتك المنيلة، فبيقولوا عليها قرد. لان مفيش ما اعتقدش ان في انيل من القرد ممكن تتجوزيه علشان تبقى جوازة الندامة. اخدتي يا ماما القرد على ماله عشان تعيشي كويس وتاكلي كويس وتسكني كويس وتلبسي كويس، اه بس عشتي مع راجل مش كويس، عشتي عيشة نار، مش مرتاحة، مش حاسة بالوئام، مش حاسة بالألفة، مش حاسة انك متجوزة، لا خدتي قرد. واصلا المال مش دايم، ممكن يروح في يوم، ممكن يروح في اسبوع، ممكن يروح في ساعة، بس فضلتي ولبستي وعشتي في وش القرد. عايزة اقولك المعنى في القرد مش شكله، ممكن يكون حسين فهمي بس عصبي ولسانه طويل وممكن يمد ايده، ممكن يكون جميل وجان وسمارت وكل حاجة فيه حلوة، بس ما بيحترمكيش ما بيقدركيش، معتبرك في البيت زي مكنة القهوة، وبيشوف هو حاله بره، نزواته ورغباته حركاته بركاته. ممكن يكون قمر بس ما يعرفش يتحمل مسؤولية ورامي الحمل عليكي. ممكن يكون زي الفل كشكلا وفلوسا بس بخيل، بخيل عليكي، معاه فلوس كتير بس بخيل عليكي. انت عارفة الفرق بين الغني وبخيل وفقير وغني؟ هو ممكن يكون معاه فلوس كتير جدا بس لما بتطلبي منه حاجة ما بيلبلهالكيش، عايزة طلبات للبيت، عايزة طلبات للولاد، عايزة طلبات ليكي شخصية، مفيش، مش هديكي، معايا فلوس بس مش عايزة اصرف عليكي. دايما البيت ناقصه حاجة او ناقصه حاجات، ودايما انت محتاجة حاجة او محتاجة حاجات، والولاد ولو اداكي بتبقى بالمحايلة والطبطبة وقلة القيمة، وبتيجي على نفسك قوي وتقعدي تعصري في نفسك وفي نفسيتك علشان تقعدي تحايليه عشان يطلع الفلوس. لو عايزة منه 100 هيديك 40، لو عايزة منه 1000 هيديك 200، بعد كل المحايلة والمرمطة اللي انت مرمطيها لنفسك وكرامتك. ممكن يكون فقير او على قد حاله، ما حلتهوش غير مرتبه،
بس مسؤوليات وطلبات البيت وطلباتك الشخصية أهم حاجة عنده في حياته. ممكن يجيب لك طلباتك قبل طلباته هو الشخصية. ما يقدرش يتحمل انك تكوني عايزة حاجة وما يجيبها لكيش. ما يقدرش يتحمل انك تبصي على شنطة ولا على فستان وتقولي له عاجبني وما يجيبهولكيش، رغم انه ما حلتوش الا مرتبه، رغم ان هو على قد حاله بس غني. عارفة البخيل بفلوسه ده هتلاقيه بخيل بمشاعره. لا بيقولك بحبك ولا بتحسي بتقديره ليكي ولا بتحسي بامتنانه لمعروفك معاه. عايش بخيل في كل حاجة. عارفة الفقير الكريم ده بقى لو هو قاعد بيتفرج على التلفزيون وجبتيله كوباية شاي بس من غير ما يطلبها منك، هتلاقيه قبل ما ياخد كوباية الشاي مسك ايدك وبسها. هتلاقيه قبل من النوم بيقولك انت انا بحبك قوي يا حبيبتي تصبحي على خير. هتلاقيه كل كلامه ليكي حب وامتنان وعشق وغرام ومحسسك انك فعلا ست الستات. بس انت بقى حابة انك تاخدي القرد على ماله. هيروح المال وهيفضل القرد لسانه طويل وعصبي بيمد ايده وغير محترم ومش متحمل مسؤولية وبخيل معاكي في مشاعره وفي فلوسه وعايشة في جحيم. خديه، خدي القرد على ماله. هتيجي تقولي لي لا بقى انا زهقت انا عايزه اتجوز وخلاص، انا ان شاء الله حتى اي حد، ما هو ظل راجل ولا ظل حيطه. بيرتبط المثل ده ان الراجل عامل زي السحابه اللي بتضلل الست من الشمس، ونفس الموضوع برضو الحيطه ان هي بتتضلل من كلام الناس على انها لسه ما اتجوزتش او على انها عانس او حتى على انها مطلقه، فهم بيعتبروا ان هو ظل ليها من كلام الناس. احنا مجتمعنا العربي عموما لسه ما اقتنعش بفكرة ان ممكن تبقى في بنت لسه ما اتجوزتش علشان لسه ما تقدم لهاش حد مناسب يقدرها ويحترمها ويكون ليها ظهر وسند فعلا، او ان هي مش عايزة تتجوز. لسه المجتمع المصري والعربي مقتنعين تماما بفكرة العنوسة. وسبحان الله العنوسة عند الستات بس، ان الرجالة لا، الراجل يتجوز في اي وقت. انما البنت لما بتعدي ال30 وتعدي ال40 يبقى انت كده عنستي، يبقى انت كده لازم تتجوزي اي جوازه. هتجوز اي جوازه عشان ظل راجل ولا ظل حيطه؟ عشان يحميني من كلام الناس ومن نظرات الناس ان انا عنست واتاخرت في الجواز، او ان انا مطلقه ولازم اتجوز علشان برضو لقب مطلقه المجتمع ما بيتحملهوش. انا هتجوز الحيطه وخلاص وهخلف وهربي العيال. طلع وحش، طلع حلو، طلع بخيل، طلع مش متحمل مسؤوليه، طلع ابن امه، طلع بيعرف ستات غيري، طلع ايا كان بقى، انا هتجوز. عايزه اقول لك ان كل الاسباب اللي فاتت اللي انا قلتها ديت ملهاش اي علاقه بالجواز نهائي. الرسول عليه الصلاه والسلام قال من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وانا بكمل بقول لك لو ما كانش من بيت اصل يعرف يعني ايه زوجة ويعني ايه مسؤولية ويعني ايه ست في البيت وام لاولاده ما تتجوزوهوش. لو ما كانش راجل كريم حتى لو معهوش فلوس، كريم بمشاعره وباخلاقه وبطيبته، كريم انه بيقدم لك طلباتك حتى لو على حساب نفسه، كريم حتى لو معهوش فلوس يجيب لك اللي انت عايزاه، هيطبطب عليك ويقول لك معلش يا حبيبتي خلينا على اول الشهر، بس عايشه معاك كانك ملكه. لو مش هيكون ظهر ليكي وسند بجد، راجل مهما كنت قوية الشخصية، لو ما حسيتيش ان هو ظلك بجد وسندك بجد ما تتجوزوش. واوعي تقولي ظل راجل ولا ظل حيطة، على الاقل لو اتزنقنا هنبيع الحيطة، انما ده هيلبس معانا طول العمر. طيب انت اتجوزتي الحمد لله وطلعت جوازة ندامة، قدامك حل من اتنين ملهمش تالت. اول حاجة لا اما هترضي بالعيشة اللي انت عايشاها
بخيل بقى، عصبي، دمه تقيل، بيهزقك وبيهينك، مش متحمل مسؤولية، خلاص بقى عشتي مقهورة وعشتي مظلومة وعشتي حاطة لسانك في بقك وبتربي العيال زي أماكن القهوة وخلاص، شكرا على كده. أديني قاعدة بقى مستحملة، ما هو محدش مرتاح، مفيش جوازة كلها حلو، انت أصلا جوازتك كلها وحش. يعني حتى الجوازات اللي انت بتحكي عنها اللي مفيش جوازة كلها حلو دي، تلاقي حاجة ولا اتنين وحشين، انما انت اتطينتي، انت الدنيا كلها بقت سودة. تاني حل ليكي انك هتصوري على الوضع ده وهتطلبي الطلاق. والطلاق في الوقت ده هيبقى صعب جدا. ليه؟ لانك لو كنت اتجوزتي كبيرة في السن او زي ما بيقول الناس عنستي، فهيبقى عندك فرصة ان انت تتجوزي تاني بعد الطلاق قليلة جدا، لانك اصلا كبرتي في السن. وهيبقى من وجهة نظرك ومن وجهة نظرهم احنا ما صدقنا اتجوزناكي، هنجيب لك عريس تاني ازاي بعد ما تطلقي وانت عديتي السن؟ لا عمرك ولا صحتك ولا حالتك الاجتماعية فيهم وقت ان انت تبدأي تاني من جديد. طيب لو كنت بنوتة صغيرة جميلة واتجوزتي علشان هو غني، هتقولي في نفسك بعد ما تكوني خلفتي طيب انا هتطلق دلوقتي وماله حاله وكيانه هيروح لغيري، لا انا هقعد معاه واربي العيال والفلوس في نهاية عمره هترجي للعيال هيورثوه، يبقى اقعد معاه واستحمل وخلاص. ولو اتجوزتي علشان خاطر يبقى حيطة يمنع عنك كلام الناس على انك عانس او حتى مطلقة، هل انت مستعدة انك تاخدي لقب مطلقة؟ اذا كنت خايفة من لقب عانس هتقبلي دلوقتي بلقب مطلقة، ولو كنت مطلقة واتجوزتي هتبقي خايفة يتقال عليك انك اتطلقتي مرتين، يبقى انت العيب فيكي، يبقى انت معيوبة، يبقى انت تركني على جنب، هتفضلي كده زي ما انت. هو مجتمعنا كده حبايبي. الجواز 10 سنين مع بني ادم، لازم تختاريه كويس قوي. انت لو نزلتي اشتريتي شنطة بتلفي على 10-15 محل علشان تلاقي الشنطة اللي تعجبك وهتقعد معاكي 2-3 وهتترمي. اشحال انت بتختاري راجل هتبني معاه أسرة وهتخلفوا أولاد وهتكوني معاه مش سنة ولا 2، هتبقي معاه 10 و20 سنة. اختاري صح، ما تختاريش جوازة الندامة. اقعدي في بيت أهلك معززة مكرمة، كلي واشربي وعيشي واشتغلي، ولا تتجوزي راجل حيطة يقول عليه ان هو ظل الحيطة. انتي اغلى من كده وانتي اقيم من كده، ولو حسيتي ان اهلك بيرخصوكي اقفي انتي واستمري على موقفك وقولي قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة، وعمري ما هاخد القرد علشان ماله. وان شاء الله ربنا يهدي سرك، ومع فريدة ربنا يهدي سرك.